في لعبة القوة اللي بيكشف كل أوراقه بيخسر أسرع. الغموض مش ضعف، دي أداة قوية جدا بتخلي اللي حواليك يفكروا فيك أكتر من اللازم. أهلا وسهلا بيكوا معاكوا نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه أهم وأقوى الأفكار في 5 دقايق وبس. والنهاردة هنتكلم على 3 قوانين هتعلمك ازاي تسيطر من غير ما تتكلم كتير. وبدايتنا النهاردة من القانون 16. هات يلا ورقة وقلم ويلا نكمل. القانون 16: ابعد شوية عشان قيمتك تزيد. كان في موظف اسمه كريم، دايما كان أول واحد بيوصل الشغل وآخر واحد بيمشي. الكل اتعود يشوفه كل يوم في كل مكان، فبقوا ياخدوه وكأنه جزء من الديكور. وفي يوم قرر ياخد أجازة أسبوع، وفجأة الكل لاحظ غيابه، والمدير بنفسه قال هو كريم بيعمل حاجات كتير بس احنا ما كناش واخدين بالنا. ورجع كريم، بس المرة دي بقيمة مختلفة. أحيانا الغياب بيقول أكتر من 1000 حضور. الناس بتزهق لما تكون دايما قدامهم، بس لما تختفي فجأة وجودك بيبقى له تمن. اتعلم امتى تختفي وامتى ترجع تخطف الأنظار. القانون 17: خلي الناس عايشة في حالة شك. زمان كان في قائد عسكري مشهور جدا اسمه زو، عمره ما كان بيهاجم بنفس الطريقة مرتين. مرة كان بيهجم من الشمال، والمرة اللي بعدها ينسحب ويهاجم من الخلف، وجنوده نفسهم ما كانوش يعرفوا خطته، وده اللي خلى العدو يعيش دايما في خوف. الغموض سلاح بيخلي اللي قدامك يحترس منك أكتر ما يهاجمك. ما تخليش حد يتوقعك بسهولة، كل ما تبقى غامض أكتر كل ما هيحترموك أكتر. خلي خطواتك مفاجأة، ورد فعلك دايما مش محسوب. القانون 18: ابني لنفسك حصن بس ما تعيش جواه. كان في رجل أعمال ناجح جدا، بس كان بيخاف من الناس تستغله، فقرر يعزل نفسه ويبعد عن الكل. ومع الوقت بدأ يفقد التواصل، أفكاره ما بقتش جديدة ومشاريعه وقفت. ولما رجع يتفاعل تاني مع الناس بدأ يسمع آراء مختلفة، عادت له النجاح. العزلة بتحميك مؤقتا، لكن التواصل هو اللي بيخليك تكبر. يعني احمي نفسك من ناس بس ما تنعزلش خالص عنهم. القوة مش في العزلة، القوة في انك تكون قريب وانت لسه متحكم في اللعبة. وفي النهاية في لعبة القوة مش كل حاجة تتقال ومش كل حاجة تتشاف. اختار اللي يبان وسيب الباقي يخمنوه. ونصيحتي ليك في الحلقة دي، خليك دايما لغز صغير في عقول الناس. الغموض بيخليهم يحترموك قبل ما يعرفوك. وبكده أكون خلصت خلاصة النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.